أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. ما بين قربك وخوفي عليك، طقطق ودانك وفتح عينيك. العمريتي سبورت بتقدم لك الآراء والتحليلات والأخبار والتوقعات. اليوم يومك يا شوقي، العالم كله يشاهدكم. قدموا أنفسكم للعالم، وتذكروا أن منتخب مصر قهر إيطاليا، والأهلي قهر ريال مدريد. قوة ميامي في ميسي وجماهيره، ولكن جمهور الأهلي أعظم. يلا يا أهلي. النهاردة هو دور محمد شوقي. لازم بعد ما يخلصوا التدريب واللعيبة يجتمع بيهم ويقدم لهم محاضرة معنوية ويرفع من روحهم وحماسهم. ومعروف ان اللاعب المصري الحماس والروح العالية بيميزوه ويقدر يصنع المعجزات، فهو يشتغل على كده ويفكرهم وانهم محظوظين ان المباراة الافتتاحية بتجمعهم مع انتر ميامي. يفكرهم ان العالم كله بيشاهدهم، فيجب ان يقدموا انفسهم للعالم ويثبتوا انهم جديرين بالوصول للعالمية ومش أقل من أفضل اللاعبين في أعظم الأندية في العالم. ويقول لهم إن أنا كنت مع منتخب مصر في 2009 في كأس القارات مع الكابتن حسن شحاتة، وقدرنا نغلب إيطاليا، وقدرنا نأدي مباراة عظيمة مع منتخب البرازيل بعظمته ونبهر العالم، وانتصروا علينا في نهاية المباراة 4-3 بضربة جزاء بعد ما كنا متعادلين 3-3. ويفكرهم ان الاهلي كسب ريال مدريد وانهم يقدروا يغلبوا انتر ميامي، والطريق للتأهل للدور الثاني يبدأ من مباراة الغد. قوة ميامي في ميسي وجماهيره، ولكن جمهور الاهلي اعظم. وانا متأكد ان جمهور الاهلي اللي هيحضر بكرة حتى لو كانوا اقل من جماهير انتر ميامي، لكن صوتهم هيكون اعلى وتشجيعهم وحماسهم هيكون اعلى. يلا يا اهلي، التاريخ ينتظركم، فاصنعوا التاريخ. العمريتي سبورت هتبقى ترند، قناة جديدة ولكن بتحقق مشاهدات كبيرة. يا ريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويعمل لايك للفيديو، واشوفكم في فيديو قادم، والسلام عليكم.